الهلال بيتأهل إلى المباراة النهائية في البطولة العربية كأس الملك سلمان لكرة القدم. الهلال بيتأهل على حساب الشباب اللي نجح في إقصائه من المباراة نصف النهائي التي جمعت الفريقين في ديربي الكرة السعودية. استطاع الهلال أن يثبت أنه كبير حتى في المباريات المواجهة. خاض الهلال المباراة بتشكيل عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وسعود وكولوبالي وعلي والشهراني وكينو ونيفيز وميشايل وسارو. بينما تمكن الهلال من تسجيل الهدف الأول مبكرا في مرمى الشباب السعودي عند الدقيقة 9، قبل أن يتمكن الهلال من مواصلة السيطرة على مجريات المباراة وسط محاولات من لاعبي الشباب للعودة للمباراة، لكن تفوق لاعبي الهلال حال دون ذلك لينجح الهلال في تسجيل الهدف الثاني. وقبل نهاية الشوط الأول تشهد المباراة إشهار البطاقة الحمراء للحارس محمد المعيوف حارس مرمى الهلال، ليجري المدير الفني تغيير اضطراري بنزول الحارس البديل الذي نجح في التصدي لمرماه وإنقاذ الشباك من فرصة هدف محقق من تسديدة رائعة من لاعب الشباب وسط محاولات من لاعب الشباب من أجل العودة للمباراة وتقليص الفارق. وبالفعل مع الشوط الثاني ينجح لاعب الشباب في تقليص الفارق وتسجيل هدف في مرمى الهلال، لكن يحتسب حكم المباراة 5 دقائق وقت بدل ضائع. يأبى الهلال أن يمروا دون الوصول إلى مرمى الشباب قبل أن يتمكن لاعب الشباب في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع وال95 من زمن المباراة من تسجيل الهدف الثالث وتسجيل هدف الفوز وتأكيد التأهل للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، ليتأهل الهلال الذي يلاقي النصر في واحدة من أقوى المباريات في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال البطولة العربية. أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة، كما يمكنكم متابعة كافة الأخبار الرياضية والحصرية في اللينك أسفل الفيديو. أعزائي المشاهدين، نتمنى لكم مشاهدة ممتعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في أمان.